السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. يعني أنا نفسي أفهم، قعدتوا تعشمونا وتقولوا الأسعار هتنزل الأسعار هتنزل، بل بالعكس ده زادت، عمالة بتزيد. لحد فين؟ ولحد امتى؟ هنروح فين يعني؟ وهنجيب من ايه؟ أهو رمضان داخل أهو، هنعمل ايه؟ أهو كده كده هنصوم. بعد الصيام ده بقى هناكل ايه بقى؟ هناكل ايه بعد الصيام؟ لا عارفين نشتري لحمة ولا عارفين نشتري سمك ولا عارفين نشتري فراخ، والخضار كله غلي. في ايه يا جماعة؟ والزيت غالي والسكر غالي، هنجيب من ايه؟ انتوا قولوا لنا هنجيب من ايه؟ هنسرق يعني مثلا؟ هنسرق؟ ما احنا لو نعرف نسرق هنسرق. هنجيب من ايه طيب؟ ما ينفعش كده. وقعدتوا تقولوا المعاشات هتزيد المعاشات هتزيد ولا حاجة زادت. في ايه يا جماعة؟ في ايه؟ في ايه؟ انتوا سايبين التجار دول كده ليه؟ الحكومة لازم تتدخل، لازم يكون في رقابة شديدة على الناس دي. اي تاجر عمره ما ينزل اي رخص اي حاجة عنده. اي تاجر عمره ما هينزل حاجة. لو الحكومة اتدخلت وبشدة لازم تضرب الناس دي يعني. لازم يكون في حكم رادع للناس دي. ما ينفعش كده. انتوا سايبيننا للتجار يتحكموا فينا؟ هنروح فين طيب؟ اما انتوا سايبيننا للتجار كده احنا هنروح فين؟ ما تطلعوش بقى وتقولوا ده الاسعار رخصت والبلد دخل لها كام مليار ومش عارفه كام مش عارفه ايه. ولا كل ده ما بيجيلناش احنا. احنا مش موجودين تقريبا على الخريطه ولا ايه؟ ولا مصر ما فيهاش بني ادمين؟ احنا مش موجودين مثلا؟ يعني لحد امتى كده طيب؟ لحد امتى هنفضل لحد امتى كده؟ كل حاجه عماله تغلى تغلى، كل الواحد ينزل النهارده ينزل بكره يلاقي الحاجه بقت الضعف. ايه ده؟ الحاجه مش بتغلى جنيه ولا اتنين، لا دي بتغلى بالخمسه وبالعشره وبالعشرين. يعني هنروح فين؟ انتوا ازاي سابيننا للتجار كده؟ ازاي الحكومه ما تدخلش في التجار ده تكون في رقابه شديده على الناس دي؟ اكيد بيكون في عقاب جامد للناس دي. ازاي الحكومه ما بتتصرفش ليه؟ سايبانا ليه كده للتجار؟ وعمر ما تاجر بيعلي سلعه عمره ما هينزلها تاني، الا لما يكون في حكم عليه شديد غصب عنه هينزلها. لكن احنا هنروح فين؟ لازم يكون في حل. احنا مش عارفين نعيش. مش عارفين نعيش بمعنى مش عارفين نعيش. الحكومة لو في ايديها حلول تانية تقولها لنا، لكن تسيبونا كده وتقعدوا تعشمونا ومحدش بيعمل بأي حاجة باللي بتقولها لنا. الأسعار هتنزل الأسعار هتطلع، بل بالعكس. من ساعة ما قلتوا الأسعار هتنزل وهي طلعت 3 أضعاف. ايه ده؟ الناس بتنزل ما بقتش تشتري فراخ. الناس بتنزل تشتري هياكل. الكيلو الهياكل ب50 جنيه. كيلو الهياكل العظم 50 جنيه. ورجلين الفراخ. من امتى مستوى مصر نزل كده؟ وبيطلعوا الناس بره على القنوات على مواقع السوشيال ميديا اللي هم عايشين بره مصر، يقول لك ده انتوا فضحتونا. انتوا طالعين تشحتوا اكل ايه وبتتكلموا عليه؟ ما تيجي انت يا حبيبي هنا وتعيش. اذا انت مرتاح هناك تعال شوف الناس هنا. تعال شوف الناس هنا عايشه ازاي. طالما انت عايش بره يا باشا انت ومرتاح، تعال شوف الناس عايشه ازاي هنا. تعال شوف المرتبات عامله ازاي. ما تتكلمش وانت قاعد ما انتش عارف حاجه ومش فاهم حاجه. مفيش واحد بني ادم قاعد لي بره مصر يجي يتكلم يقول انتوا فتحتونا وبتشحتوا. احنا مش شحاتين يا حبيبي. احنا ما جيناش حطينا ايدينا في جيبنا وخدنا منك. ما جيناش خبطنا على بابنا وخدنا منك. احنا مش شحاتين. احنا احسن منك. احنا بنتكلم على وضع ماشي على البلد كلها. انت مش عاجبك عندك كلمه كويسه قولها، مش عندك كلمه كويسه ما تقولهاش. انت مالك انت؟ ولما انت بتحب مصر كده سبتها وقاعد بره ليه؟ بتشتغل ولا لقيت لك فرصه عمل احسن من مصر؟ اللي ما بيفهمش في حاجه ما يتكلمش. اللي مش شايفه الوضع وشايفه عن بعد برضه ما يتكلمش. تعال شوف الناس اللي بتاكل من الزباله.
على شوف الخناقات على طوابير العيش. تعال شوف الخضار بكام، تعال شوف اللحوم الاسماك بكام. الناس مش عارفه تعيش. تعال شوف الكشوفات بقت بكام، الادويه بقت بكام، اللبس بقى بكام. في ايه؟ كمان احنا مش عاجبينك؟ ما تخلوش والنبي الواحد يخرج عن شعوره. الواحد كفايه اللي مكفيه، كل واحد فيه اللي مكفيه. ما تخلوش الناس تخرج عن شعورها. مصر دلوقتي كلها بقت عامله زي القنبله الموقوته، في اي وقت وفي اي لحظه تنفجر. فخلونا والنبي ساكتين. محدش يطلع لي من اللي عايشين بره مصر ويتكلم كلام هو لا فاهم فيه ولا عارف فيه حاجه. انت يا حبيبي عايش عيشه مرتاحه هناك بتقبض وعايش عيشه مرتاحه هناك، العيشه مرتاحه معاك. الله يسهل لك. ادعي لنا، ادعي لنا بدل ما تطلع ايه تأنبنا بالكلام. والحكومه لازم تشوف لنا حل. ما تطلعوش تعشمونا بالكلام وتسيبونا للتجار يتحكموا فينا. لحد امتى كده؟ هنفضل لحد امتى كده الوضع ده؟